اوعى. رايحه فين؟ هتجيب ناكل. اوعى بقى. هو في احسن من كده اكل؟ خبلان ايه؟ امينه بحبك. وانا بموت فيك. ابراهيم كفايه بقى. سلام لو كل يوم يلموا بعض ويروحوا يفرشوا شقه اختك. بسلام. هي شقه العروسه بتتفرش كم مره؟ ابراهيم دي هتتلسع. اول ما تخلصي امتحانات السنه دي هطلب ايدك. ايدي بس؟ لا، الاول ايدك وبعدين رجلك. انت بتضحك يا ابراهيم. تيجي بقى. على فكره قريب قوي هتخلص مني. ليه هتودعي؟ جاني عريس. مبروك. على ايه؟ وانا لسه وافقت. انت مش هتكمل اكلك ولا ايه؟ اتكلم. براحتك. لسه بتشوفي صلاح؟ هو كون اني قلت لك ان جاني عريس يبقى ده معناه اني لسه بشوف صلاح؟ اصلك ما بتزهقيش من حكايه العرسان اللي بتجيلك كل يوم. امبارح جاني عريس، النهارده جاني عريس، بكره جاني. كان قصدي احكي لك مش اكتر. وطبعا اخرة حكايه العريس ده انك رفضتيه، مش كده؟ يا سلام على التضحيه. يا ريت نتكلم في موضوع تاني او ما نتكلمش خالص احسن. انت اعصابك تعبانه وانا كمان تعبانه اكتر منك. قرف في البيت والكليه والشغل. مفيش مره حاول فيها صلاح يلمسك يا امينه؟ الدرجات ده رخيص عندك؟ فعلا صلاح حاول ان هو يلمسني بس انا ما خليتوش. مش عايز تصدق انت حر. انا لما بقول لك ان جاني عريس ما اقصدش ابدا ان اجرحك. تروح تجيب الستاير من عند الراجل، ما تسيبهمش مركونين كده. والاوردر الصفيح دي تجيب احسن منها، والحنفيات وبلاش دي تغيرها، وكوالين الباب تغيرها خالص ما تنفعش. حاضر. قول ان شاء الله. ما تيجي يا ابني تريح من المشوار. لا معلش، الحق امشي قبل ما تقول لي غير الشقه بالعفش باللي فيها. هو الخن اللي انت بتقول عليه ده شقه؟ اجري. تصبح على خير. وانت من اهله يا ابني. هنفضل واقفين كده للصبح. لبسها على روحها بالمفتاح. خبطوا جامد. ايوه. نايمه في اخر الدنيا؟ لا في السرير يا ماما. اجيب لك منين يعني؟ امشي اتصرف في جيوب الناس؟ لا انا اللي امشي في الشوارع واقول لله يا مرسلين. بتفرجوا هتلموا علينا الناس. الناس خلاص اتعودت. مش شايفين عمايل الصوت ده. هيجي في السرير. ايه ده انتوا ايه؟ ما بتزهقوش؟ كل ساعه والتانيه فضايح. انت جاي لي من انهي مصيبه تهب في وشي؟ خش جوه انت. شيل ايدك من عليها مصطفى مش داخل. خلاص
سيبه يا ابراهيم. خش جوه سيبه. عاوز تضربني بتخشوا عني؟ زي ده كلام. سامعني الكلام اللي بيقوله؟ كلامي مش عاجبك يا كلب يا ابن الكلب. وعدى عليك يوم من غير قرف ولا نكت تزعل. مش عاجبك شوف لك ناس غيرنا. شوف يابا شوف. ايه يا ابني؟ انت سبت المحاماه وشغلت حرامي غسيل ولا ايه؟ انا رحت الشقه العزيز ما لقيتوش. 18 جنيه. ايه اتخانقت مع ابوك كالعاده ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا فاضل نص ساعه واخلص. استناني بالمره نروح العزيز سوا. افتح هلا يا عزيز، بلاش افترى هلا، سيب لنا حاجة. صدقني هلا ده مش كويس عشاني، قصدي مش كويس عشانك. يا اخي يلا بقى انا خلاص. بكره الجواز يخلصكم العك ده كله. نعم، يعني انت مش هتاخد دورك مع هنوك؟ لا طبعا يا حبيبي، انا راجل بحبه ماليش في الهلس ده. السفر اللي هيخلصنا من الهلس ده. سفر؟ هتسافر فين بقى ان شاء الله؟ اي بلد ازرق بعيد عن هنا. السفر ده مش عايز فلوس؟ عاوز. وهتجيب منين؟ هسرق. تسرق ايه؟ اي حاجه بالنسبه لصاحبها، في حين انها تقدر تسفر 10 اخر الدنيا مرتاحين. يخرب بيتك. عزيز عزيز الحق يا عزيز، الحق يا مؤاخذة، الواد اشرف عايز يسرق محطة البنزين اللي بيشتغل فيها. عزيز كلمه، ما تتلم شوية بقى. عزيز قوم يا عزيز كلمه عقله، يا عزيز الواد اتجنن. يخرب بيتك على بيت الواد، عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عايزك تقوم تكلمه، ما تعقله شوية يا هادي بقى، عايزك تقوم تعقله وكلمه. يا خبر ابيض، طب قوم قول له ان السرقة حرام. يا جدع يا جدع، هقول له حرام ولا عريان؟ حرام. اعمل هنا بيها، خدها. قال لك ايه؟ مش عاوز خلاص اشبع بيها، ماشي. ماشي. ايه بقى حكايه السرقه دي بقى؟ معرفش، اسال الاستاذ وقرف منه. معاه بكالوريوس، ناقصه ايه عشان يسرق؟ مش عارف. ناقصه يعمل مستقبل. والمستقبل هيتعمل بالسرقه؟ هعمل ايه يا ابراهيم؟ مفيش غير كده. تعبت عمال اشتغل ليل مع نهار، مفيش فايده. هتجوز امتى؟ ايوه، يعني انت عايز تتهبب تتجوز ولا تسرق؟ عايز اعرف موقفكم ايه؟ خفنا؟ اظن هنوافقك ونسرق معاك. انت جننت ولا ايه؟ بص بقول لك ايه، عايز تسرق يلا روح اتكل على الله اسرق. ديتها ايه يعني؟ 10 سنين سجن وتتخرج حرامي رسمي 100 100. اما بقى لو عايز تتجوز فدي بعمل لك بقى فيها خطه طويله المدى 100 سنه بالك تبقى بخت اليأس بيكم. ده اخر كلامكم؟ اسمع يا اشرف، لو نفذت اللي في دماغك وسرقت انا هبلغ عنك. بلغ؟ ضربوا لعوه على عينه. ابلغ ايه؟ اسمع يا ابراهيم، انت لو بلغت عني انا مش هعتقك. هتهددني هذا ولا ايه؟ ايوه بهددك وين ايدك. ايه يا اخوانا خليته يلعب على الصغيره، ما تسيبه يا عم ابراهيم يسرق يتهبب ينتحر، هو حر يا عم. البت عنوش دي بنت، انما ايه كده؟ اوعى تغلط في الاجراءات يا ابراهيم. يا استاذ عيد، انا تلميذي. لازم تثبت جواز هند الساكت الثاني بعد جوازها من حمدي علشان نعمل لها قضيه اداب. طمن يا استاذ، كل حاجه هتبقى سليمه ان شاء الله. شهيري شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ خلي البشاير بطلي تريقه. حاسه الفصل يا جدي جبت لك ايه معايا؟ فلوسها بالقشطه والعسل. صح، الليمون بسرعه ده السكر يزيد عليه. يزيد ولا يقل يا بنتي، وانا عايش اكتر من اللي عشته. كل يا جدي ولا يهمك. إلى مؤتمر العطاء الحضري في اهلا
اهلا يا بابا. هتاكل من غيري؟ اكيد ماما افتكرت ان انت مش جاي. تفتكر على كيفها، انا نابت على قلبها لغايه لما اموت. ازيك يا حاج؟ اهلا يا عوض. يا اخويا بعد الشر عليك، هي البنت هدى لسه ما جاتش؟ الا السويت اللي كان في بيت محمد شاهين كان ليه اعتداء. اصل ابراهيم ابنه خبطته عربيه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا أمير؟ ده انا مش قادره اتلم على نفسي من ساعه ما جاني الخبر. لا يا اختي تلمي، يفوتك من الكلام ده شويه، ما تفوليش في وش الواد. اقدر ولطف. احمده على كل حال. السلام عليكم. اهلا يا امين، اتفضلي. الف سلامه يا عم. الف سلامه لابراهيم يا اختي. تسلمي يا حبيبتي. انا بقول نخرج احنا، قومي. ما تقومي مستنيه ايه؟ يلا يما يلا. امينه. ايوه يا سيدي، امينه اللي ربنا خلقها عشان تتعذب بيه. اخص عليكي، هو من غلبي. انا كنت جاي لك. وبدل ما تجيلي طقت في دماغك تطوسك عربيه، مش كده؟ كنت هموت. ده زي القرد اهو، ولا هي الخبطه يعني اثرت على نافوخك؟ وحشتي. مش بيا. جاي عايز اهرش عايز اهرش. اهرش له يا ابراهيم؟ تتهدى يا بنت. اسمع بقى، انت تبطل دلع وتقوم بسرعه. ايدي على كتفك. بقول لك قوم بسرعه. اشوفك امتى؟ هتشوفني يا سيدي الصبح وانا رايحه الكليه، وزي دلوقتي وانا رايحه الشغل. كفايه ولا طمعان في حاجه تانية؟ انا طمعان في حاجات كتير. يبقى خلاص شد حيلك وخلصنا من ربكه الجبس والمواويل اللي انت فيها. باي. عاوز السلام عليكم. أمينة. ازيك يا أمينة؟ اهلا يا صلاح. لو ما كنتش لحقت دلوقتي كنت جيت لك البيت. تجيني البيت؟ ليه في ايه؟ لا كنت عايز اتكلم معاك شوية. اسف. أمينة أنا من حقي أدافع عن نفسي. عليك وعلى اقرب محكمه. اسمعيني بس. أنا عارف إني ظلمتك. انت عايز ايه؟ عايزك تسامحيني. ربنا يسامح الناس كلها. عايز حاجه تاني؟ أمينة أنا لسه بحبك وراجع لك عشان أتجوزك. بقول لك ايه، ما تطبلش على دماغي وتورمها اكتر ما هي ورمه. ما هو لا يمكن تكوني كرهتيني. استني بقى احسن هعملك فضيحه في طب الشارع. خلاص تعالي اركبي معايا وأوصلك. مش عايزه حد يوصلني، انا بحب الاتوبيس. أوصلك بحب يا أمين. ثانيه الاتوبيس يا اخي. هيجي عدل الصبح ورد له حساب المرة اللي فاتت والمرة دي. حاضر. خلي بالك يا أشرف، أنا رايح دورة المية. اتكل على الله أنت. اوعى يكون مات. معرفش. امسك.
الخير. مساء الخير يا فندم. ممكن ممكن اسوي؟ حاضر. $25 جنيه. كله تمام؟ تمام. امسك دول. تعالى ورايا. امسك. اضرب. ليه؟ اسمع الكلام، بقول لك اضرب. انت بتتدلع. اضرب جامد يا بني ادم. مش تفهمني اضربك ليه؟ عشان ابعد عني الشبهه. اضرب. اضرب ولا تبكي. كنت هتوديني في داهيه. اوعى بقى. مين؟ عقبالنا. طيب. قلت له يا اشرف خد بالك انا رايح دكتور ميه. ورحت وانا خارج لقيت واحد واقف قدامي ماسك عصايه ضربني على دماغي. ما دريتش بحاجه. لما فوت لقيت اشرف واقف مع واحد بيقول له اضربني ضربه وضربني. انا لما سمعت صرخته جري عليه. انا ما صرختش. اسكت خالص. حاضر بيه. لقيته مرمي على الارض ولسه عمال اشوفه ماله. اتفاجئت بواحد ضربني على دماغي. ما حسيتش باي حاجه وقعت على الارض. ما قلتش اي حاجه من اللي قال عليها دي. لا قلت. تعرف تسكت؟ اعرف يا بيه اعرف. من حوالي اسبوعين جه واحد لاشرف وكان شايل بؤجه كبيره، وبعدين فضل مستني في الجنينه هناك لحد ما خلص. هاتوهم الاثنين. يا بيه انا ذنبي ايه تاخدوني يا بيه؟ انا ما عملتش حاجه. يا بيه انا ما عملتش حاجه يا بيه. حرام عليكم. من يوم ما خرج مش عارفه اشوفه. ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ بقى البيت قدام البيت ومش عارفه تشوفيه. ايه ده؟ انت عايزاني اروح له البيت؟ ده انا يوم فرح حنان لما قابلته على السلم كنت هتجنن. وليه ما تروحلوش؟ انت اصلك مش فاهمه حاجه. احنا في حته لو الواحد جاله مغص او كح بيتعرف ليه. حيلك بقى يا امينه، نضفي دماغك بقى شويه من التراب اللي عليها ده. يعني انضف دماغي ووسخ سمعتي؟ ولما انت خايفه قوي على سمعتك ليه بقى بتعملي علاقه من اصله؟ ازيك يا نجم؟ الحمد لله على سلامتك. ابقي اتصلي بيا بقى اول ما تروح الشغل.
انا عايزه اروح لدكتور امراض نساء. ايه انت حامل؟ ايه؟ حامل ازاي وانا بنت؟ بتحصل ضريق واحد بلقاني ولو طلعني يعني دمك خفيف قوي. هتيجي معايا ولا هروح لوحدي؟ تشتكي من ايه؟ وانت مالك؟ عايز تعرف ليه؟ يمكن افيدك ونوفر الفيزيتا بتاعت الدكتور. ايه ده؟ انت بتفهم في الحاجات دي؟ انا طبعا انا بفهم في كل حاجه. جربيني كده ومش هتندمي. يعني ايه؟ هتكشف عليا؟ تحسي بايه بالظبط؟ يعني في حاجات كده مش فاهماها. ازاي؟ ابراهيم اوعى بقى عشان انا متاخره عن الشغل، اوعى. باي باي. انزل يلا امشي خش. يا مصطفى هات الكارنيه والبطاقه. حاضر يا ريس، حاضر حاضر. عملت ايه يا ابراهيم؟ ايه المشكله اللي بيحصل بس؟ هتجيب لي الشمس يا مصطفى. انت مخلصت خلاص يا مصطفى. هجيب الشمس بس. هجيب الشمس استنى روح حافي يا استنى هو انا هتيجي البوكس اطلع جوه. الله يا اما وحياتك عندي ما عملت حاجه. اطلع اطلع. ايوه ليه؟ هو ده اللي ضربني. والاثنين دول وطويله لسه حد خالص توصل لاحمد. بأمانة ربنا يا بيه ما شفتهمش. لا مرسومه حلو، يضربك وتضربه وتطلعوا منها انتوا الاثنين. وانتوا الاثنين ايه؟ نادرجيه؟ نادرجيه ايه؟ انت هتقسمها بمزاجك؟ قد بقى لسانك ده هقمط لك رقبتك بيه. ساعته زيزو في نص الملعب. زيزو بيلعبها طويله مصطفى صادق وصلح على نفسه ويلعبها تاني بالعرض. انما طلع ايدك من جيبك يا شاطر. بردان بردان يدفيك، بس طلع ايدك من جيبك. كانوا معاكوا؟ والله العظيم ما كنا معاهم. انت مش عايز ايه صوتك؟ يا فندم ابراهيم وعزيز ما لهمش دعوه بالموضوع ده. ما كانوش يعرفوا ان اشرف هيخيب وهينفذ اللي في دماغه، وانا كمان هخيب وهطول. يا حسيني الفتاوى والبردان دول استنوا شويه، والاثنين التانيين يتحولوا على النيابه الصبح. وانا بيه؟ انت روح. يلا اتفضل. يلا يا اخويا يلا. عشان تبقى طاول لسانك وتعلي صوتك. امشي اقف هنا. ها ايه الاخبار؟ فيش تذنيب الغلاسه للصبح وبعدين هنروح. هي دي اخرتها؟ البهدله في اقسام الشرطه والفضايح في وسط الناس؟ بهدله وفضايح ايه بس يابا؟ حلمك عليا انا مش ناقص. البسي هدومك. انت ليه قلتي انك انسه قبل الكشف يا سلمى؟ مش فاهمه. انت متجوزه؟ لا مش متجوزه. لكن بتمارسي الجنس. ايوه بس في حدود. حاولي توضحي. الحقيقه مش عارفه اوضح. تفتكري اخر مره جاتلك فيها البيريود؟ ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ غشاء البقره عندك مفضوض. ايه؟ ازاي؟ ازاي ده مش ممكن تحصل ابدا. انا لسه بنت. حضرتك غلطانه، ممكن تعيدي الكشف تاني؟ حاولي تهدي نفسك.
انا كتبت لك على مرهم للافرازات اللي عندك. ارجوك يا عيد الكشف. الاهم من اني اعيد الكشف هو ان احنا نتاكد اذا كان حصل حمل ولا لسه. حمل؟ هو ممكن يكون في حمل؟ ممكن لا. لازم تعرفي ان الامور اللي زي دي اذا ما كانتش تتعالج بحكمه. ما تكملي، انا عارفه. متشكره. يريده موكلي هو اثبات حقه الذي اقره الشرع والقانون. دي مجموعه صور سليمه مش متركبه غلط لموكلي وهو بيلبس السيدة هند الدبل والشبكة في حفل خطوبة بسيط ضم بعض الأصدقاء والمعارف يمكن سؤاله. ودي مجموعة صور سليمة مش متركبة غلط لموكلي والسيدة هند مصطفى الساكت أثناء توقيع عقد الزواج العرفي الذي يعلم الله وحده والسيدة هند أين اختفت. ودي مجموعة صور برضه سليمة مش متركبة غلط لموكلي والسيدة هند في اسكندرية. سافروا 3 أيام على حس رحلة بالكذب تبع الكلية اللي طبعا بتدرس فيها السيدة هند، وهي اللي اخترعت الكذبة دي، لأنه كما هو ثابت لعدالتكم أن موكلي اكتفى بالابتدائية واشتغل ميكانيكي ودلوقتي بقى عنده ورشة كبيرة قوي. ودي صورة من كشف النزلاء في الفندق اللي أقام فيه موكلي والسيدة هند مصطفى الساكت بموجب عقد الزواج العرفي واللي ثابت في الكشف هنا. هذا كله بالإضافة إلى ما أثبته شهود عقد الزواج العرفي أمام عدالتكم هنا بصحة هذا العقد، وما أثبته بواب العمارة التي يسكن فيها موكلي، والتي ظلت السيدة هند مصطفى الساكت تتردد عليها لأكثر من سنة بصفتها زوجة لموكلي. تؤجل القضية لجلسة 25/12. اللي بتعمليه في نفسك ده هو اللي هيجر عليك المصايب كلها. لسه في مصايب هتتجر عليا اكتر من كده. انت تقولي لابراهيم. اقول له ايه؟ اللي عرفتيه يا امينه. فكر اللي قلته لابراهيم اللي انا عرفته. يصدق؟ لازم يصدق. ولو صدق هيبقى موقفه ايه؟ اكيد لو بيحبك مش هيسيبك، هيفضل معاكي. تفتكري؟ أنا شفتها في المحل اللي بتشتغل فيه وتابعت أخلاقها وتأكدت إن الإنسان اللي ممكن أقضي معاه بقية عمري. ايوه يا ابني، بس التروي في الامور دي برضه واجب. لا الحمد لله ربنا ميسرها لي من وسع، مش ناقصني غير الجواز. وأمينة عارفة إنك جاي؟ لا مؤاخذة يا ست اعتدال، أنا داخل البيت من بابه. أيوة يا ابني، بس الجواز ده محتاج لفلوس كتيرة. مش مشكلة، أنا جاهز من المجاميع والشقة والعفش وكل الأجهزة الكهربائية. أنت يا أخويا جاهز، إحنا بقى مش جاهزين. وبصراحة كده لسه ما خدناش نفسنا من جوازة أختها وظهرنا مقطوم. يا ست الكل، الأمور المادية مش في دماغي خالص، أنا جاي عايز أمينة وعشان البيت توافق. ايوه يا ابني، بس ادينا شويه وقت نسالها ونسال عليك. اتفضل. تسلم الأيادي، مش عايز الحكاية دي تطول. ولا يا طنط؟ إن شاء الله مش هتطول. مالك؟ شوية تعب عجزت وراحة لما شفتك. إيه عجزتي؟ يمكن عجزت أو بتدلع. وأنا مش من حقي أتدلع؟ ولا أنت لوحدك بس اللي من حقك تتدلع وأنا لأ؟ في إيه يا أمين؟ إبراهيم، اللي ممكن يخليك تسيبني. في إيه؟ اتكلمي. أنا رحت كشفت وعرفت إن مش المكان عندي مش سليم. مش سليم إزاي؟ مش عارفة، أنا عايزة أكشف تاني عشان أتأكد. مش ممكن ده يكون حصل، مش ممكن.
شويه. لا نستنى بره ليه؟ مالك خفتي كده؟ في حاجات مش صح انه يسمعها. انا ما بخبيش عنه حاجه، وبعدين هو في ايه؟ شوف يا ستي، غشاء البكاره عندك فيه قطع بسيط جدا زي ما انا راسم هنا في الورقه. انا شايف ان مفيش مشكله ما دام انتم مخطوبين وهتتجوزوا، وحتى لا قدر الله لو مش هتتجوزوا برضه مفيش مشكله. هي عمليه بسيطه جدا هتاخد ساعه وهتقومي عادي خالص. العمليه دي تكاليفها ملاليم، انا عن نفسي ما باخدش اكتر من 300 جنيه. ساكت ليه؟ ما تتكلم. انت ايه اللي بيدور في دماغك؟ انا بكلمك رد عليا. ما تبصليش كده. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتأخرتي ليه؟ مبروك يا أمين. مبروك؟ ليه؟ حضري العشاء لأختك. اتعشيت. مش عارفة مبروك ليه؟ هتعمليهم على أمك يا بنت؟ بابا أنا تعبانة وعندي محاضرات بدري وعايزة أنام. إيه حكايتك يا بنت؟ مفيش حكاية. عايزة أنام. مش عايزة تعرفي إن صلاح طلبك للجواز وأنا وافقت؟ مبروك. مش تعرفي إيه اللي حصل؟ هيفيد بإيه؟ مالك يا بنت راجعة مدروخة كده ليه زي اللي مخبوطة في دماغها؟ تعبانة. وبعدين انت مش قابلتيه وقعدتي معاه وطلبتي للجواز ووافقتي، عايزة مني ايه بقى؟ حسنية خشية نفس اللي بتيجي. يا لهوي يا لهوي هتيجي. ده انا جيت لك دكتور حالا يا مصطفى يا ابراهيم يا ولاد الحقوني. يا ابني هاتيلي كوباية. في ايه يابا؟ في ايه؟ الحقوكم. في ايه يابا؟ مالك يابا؟ مالك؟ هتفضل تقول له مالك؟ روح شوف عربية عشان ننقلها المستشفى. تعالى يابا. أنا مش خايف غير عليك. أنت صعبان عليا. لأنك من يوم ما وعيت على الدنيا ما شفتش مني ريحة. سامحني يا ابني، سامحني. أنا قصرت في البيت ليك. خد بالك من نفسك. بص لمستقبلك وسيبك من الدوشة اللي جواك. لو سمحت. سيبيه. الدكتور هيمر. همر عليك بكرة. ربنا لوحده اللي يعلم اليوم ده عدى عليا ازاي يا ابراهيم. الدكتور يأكد اني وانت سبتني ومشيت ساكت. مبقتش فاهمة معنى سكوتك ده ايه. شك فيا ولا لقيتني بتذل وانا بسألك اتكلم. ضربتني فعلا ساعتها حسيت بكل الذل والرعب انك تسيبني او تتخلى عني. لا يمكن اتخلى عنك ابدا يا امينه. انا من خوفي عليك لساني اتعقد وما قدرتش اتكلم. من غير ما
احس مديت ايدي عليكي. لو سبتني انا هموت. يا امينه انت مراتي قدام ربنا. بكره هتبقي مراتي قدام كل الناس. مين اللي جاي تطلبها للجواز يا ابن حسنيه؟ جرى يا اعتدال. في ايه يا ست ام امينه؟ بتتكلمي كده ليه؟ بس خلاص يا اعتدال. ما بسش، هي بيوت الناس لعبه؟ جاي يطلب ايه بنت بأمارة ايه؟ اصل ابوه ولا عزبة المحروسه امه؟ الله، ايه الكلام اللي مش محترم ده؟ خلاص يا اعتدال. نعم تعال. جواز يا ابني اسمه نصيب، معلش. الجواز محتاج لشقه وعفش، مش عيشه صفيح وحصيره مهربده. اتفضل. شرفت يا ابني. استنى، خد الطفل بتاعك يا ابن حسنيه. كفايه يا ماما، ارجوكي كفايه. انا مش هنسى ان انا في بيته وليه حرمته. انتهينا يا ابراهيم يا ابني، بلاش نكبر الحكايه. مع السلامه. لزومه ايه الترخيص ده يا اعتدال؟ الراجل داخل بأدبه. هي بخير. مش كنا جبنا لها دكتور احسن؟ لا دكتور ولا دكتوره، دلوقتي تقوم وتبقى زي الجن. البنه انا محوجاه بالدنيا. سيجاره. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول أشرف عبد الهادي رياض بالسجن 5 سنوات، وعلى المتهم الثاني طارق رزق الله محمود بالسجن 3 سنوات. رفعت الجلسة. بسيط. ابراهيم اعمل لنا استئناف، خليهم يعلنوا المده. هعمل. يبقى زورنا يا ابراهيم انت وعزيز. منظور. بلغهم في البيت اللي هم منكم لله. قول لهم ربنا يسامحهم. ربنا يسامحهم. مع السلامه. مع السلامه. أنا كده هتأخر. توصلني؟ لو انت مش عايزه مش هغصب عليكي. إبراهيم أنا مستحيل أكون لحد غيرك. لا يا ماما. لا يعني ايه بنت شيخ العرب؟ لا يعني لا، يعني مش عايزة أتجوز. ليه بقى ان شاء الله؟ نويتي على الرهبنه ولا عايزه تعنسي؟ مش هتجوز وخلاص. هتتجوزي ورجلك فوق رقبتك. مش هتجوز يا ماما. هتتجوزي ونشفي دماغك عشان تشوفي كلام مين اللي هيمشي اكتر. بنتي يا اعتدال. ايوه نمشي. حبلك ده حوالين رقبة البنت يا اعتدال. اسكت يابا انا مش ناقصه.
بعدين البنت تفطس منك وتموت. تموت تروح في 60 داهيه، اياك اعرف اخلص من الهم اللي انا فيه. صوتك جايب لاخر الشارع. انت هليت؟ تعالى يا اخويا شوف بنتك مش عايزه تتجوز ليه؟ وانت بعملي دي هتخليها توافق؟ مش عاجبك عملي؟ وريني يا اخويا عملك. لو مش عايزاه بلاش منه صلاح ده، مش كبر منه. ولما هي مش عايزاه دايره تتصرف معاه في الشوارع ليه؟ حسيتي ولا جرى لمخك هي اعتدال؟ انده لها واسالها. امينه الراجل شارينا والعز اللي هو عايش فيه بنت السلطان تتمنى تعيش فيه. سلطان ايه يا اعتدال؟ هو قعد عندنا سلاطين. امينه الكلام اللي بتقوله امك ده صحيح؟ كلام ايه يا بابا؟ ما انت لافه وعارفه، لكن هتعمليهم على مين؟ ما تشوفها بقى كانت ماشيه معاه في ايه ومش عايزه تتجوزه في ايه؟ بس انطقي. بصراحه يا بابا كان في علاقه بتربطني بصلاح، بس انا عمري ما عملت. بلا يا غرزه قدام الناس على الفاضي. انتي دول يا اخواتك كنت بشوفك زي الملاك. ملاك ايه وعفريت ازرق ايه؟ الراجل دخل البيت من بابه ما غلطش. تقوموا تغلطوا انتوا وتنطحوا راسكم في الحيط. تحايلنا عليه يقعد لما يكمل علاجه، مرضيش، وقال لهم اموت في البيت اكرم لي. بكره يقوم بالسلامه يا رب. عايزين نبقى نزور اشرف وطارق. تعرف انهم وحشوني قوي. انت قنوش بتسال على طارق، تقول عليه طيب قوي. واشرف طيب، وانا وانت طيبين. تيجي نسافر. سافر؟ انا خايف يا ابراهيم، ما تسالنيش خايف من ايه لان ما اعرفش. انت شارب حاجه ولا ايه؟ سيبك من الشرب. انا بفكر ابيع الشقه وفلوسها اسافر انا وانت. صعب اسيب ابويا وهو تعبان، مستحيل اسيب امينه. يا عم بكره ابوك يقوم بالسلامه وعنده اخواتك، وامينه اما تسافر ان شاء الله ابقى ابعت لها. ربنا يتمم بخير. على بركه الله. نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش اتأخرت عليك. ولا يهمك. حاول تفهمني صح. انا دايما بحاول افهمك صح، لكن اللي حصل ده انا عاوز له تفسير واضح. ابراهيم احنا في المحل، يا ريت ما نزعقش. انا اسف في المحل، معلش. انا مش عايزاك تزعل مني. انا كمان مش عايزك تزعلي مني. ابراهيم في حاجات حصلت مش عارفه اقولها لك ازاي. ليه؟ الحاجات دي تخوف ولا تكسف؟ بالاسلوب ده مش هنعرف نتفاهم. على فكره باقيه في حياتك. هتباتي في المحل النهارده ولا ايه؟ ابدا انا هقفل الحساب على طول بس. مش مشكل، الحساب بيتعمل بكره. حاضر دقيقه واحده هكون خلصت.
بتقول ايه؟ ما تقيسي الفستان ده. ليه؟ متهيألي متفصل على جسمك. مش تعرفينا بالاستاذ؟ الأستاذ إبراهيم، أخو ناهد زميلتي في الكلية، كان جايب لي كشكول منها عشان أنقل المحاضرات. أهلا وسهلا. وأخو صاحبتك ما ردش عليها ليه؟ يمكن ما خدش باله. مش مشكل. ما تخش يا ابراهيم يا ابني، هو زاد عليك وقفه البلكونه دي؟ تقولي يا ياما؟ لا بقول ولا بعيد، خليك مقطوع للبلكونه اللي هتجيب اجلك لما نشوف ايه اخرتها. إبراهيم أنا عارفة إن من حقك تزعل مني، بس أرجوك تسمعني. إبراهيم لو سمحت تقف وتكلمني، الناس عمالة تبص عليا. إبراهيم أرجوك ممكن تاخد الحسن وتفهمني. رد عليا أرجوك يا إبراهيم، اديني فرصة أشرح لك الوضع إيه. إبراهيم أنا عارفة إني غلطت، عارفة إني أجرمت في حقك، لكن أنا ما كفرتش بيك. أنسة نادية لو سمحت. معلش هو طلب سخيف شوية، قولي للي بتتكلم في التليفون ما تتصلش هنا تاني. جبت لسه جاي؟ جبت كل حاجة؟ خلي بالك من العيال. يلا مالك يا اخ ابراهيم بارق بعينيك فينا كده انت والاخ عزيز؟ ابراهيم وعزيز ليس باخوة لنا. انتوا اللي مالكم؟ وايه اللي بيحصل لكم ده؟ لقد اراد لنا الله امر السرقة لندخل هذا المكان لنعرف ان للخير طريق نهتدي اليه ونتوب الى الله. في السجن؟ في اي مكان وفي اي زمان. الهدى هدى الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. انتوا اكيد في حالة مش طبيعية. يا اخ ابراهيم ما تتعبش نفسك بالزيارة مرة اخرى انت والاخ عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عزيز هم دول اشرف وطارق اللي احنا نعرفهم؟ ما تيجي نسأل يا ابراهيم، يمكن دول 2 تانيين غيرهم. هتفضلي على الحال ده لحد امتى؟ حل ايه؟ والله ما انا عارفه حل ايه. راقده وقافله على نفسك زي ما تكون عين صابتك. يمكن اذا كان كده يبقى نعمل لك زهر. سيبيني في اللي انا فيه، ربنا يخليكي.
ولو اني مانيش عارفه اللي انت فيه لكن هسيبك، بس يكون في علمك صلاح جاي النهارده وهتقومي تخرجي وتقعدي معاه، ومش هيحصل اللي بتعمليه كل مره. أمينة طلبت مني أديهولك. مش فاهم. مش فاهم ولا مش عاوز تاخده؟ انت مش عارفه ايه اللي حصل؟ اللي أعرفه إنها من ساعة اللي حصل وهي راقدة في السرير. يا إبراهيم أنا غلطت وعايزاك تسامحني. أنت عارف إن اللي بينا مش علاقة تنتهي بالشكل ده. اللي بينا جواز يشهد عليه ربنا. اللي بينا جواز مش ناقصه غير الإشهار. ولو عايز تسيبني لازم ترمي عليا يمين الطلاق. أمينة! قلنا كتير ومفيش فايدة في الجواب. كاتب كتاب لأ يا بابا. قمت ليه من السرير وانت تعبانه يا بنتي؟ لأ في عينك، احنا اتفقنا، مش عاجبك اتفاقنا اخبطي راسك في الحيط. مش هخبط راسي في الحيط، واتفاقه ده أنا ماليش دعوة بيه. ما دام الراجل جاهز يا أمينة، تستنوا ليه؟ نستنى لما أجهز أنا. هو عندي يا بت؟ أيوة عندي. فرطة طولك وقايمة قيامتك زي اللي مالكيش كبير، ده أنا هكسر لك دماغك. اكسريها. وبعدين يا اعتدال كل حاجة عندك قفشة. نفضها سيره دلوقتي وبعدين نشوف ايه اللي هيجرى. مفيش بعدين يا سيد، الشبكة وكاتبك في يوم واحد زي ما اتفقنا مع صلاح. وأنا قلت لكاتب الكتاب لأ يا ماما، ومن اللحظة دي عايزة صلاح يجي لي الكلية ولا الشغل، ومش عايزة حد يوصلني خالص. شايفين عمايلها؟ زي ما تكون بتطفشه. وأنت عاوزاني أعمل له إيه؟ أركان ولا أسجد له؟ ولا أمسك في دينه وأمشي وراه؟ لا الجوازة كلها يا أمينة، مش لكاتب الكتاب وبس. قلت لا يا إبراهيم، قلت لا، لكن ضعفت، ولما ضعفت خبت ووافقت ولقيتني بضيع، وأنت فين مش لاقياك. لحظة ما خرجنا من عند الدكتور كان متهيألي إن أنت هتمدلي إيدك وتاخدني في حضنك، لكن اتفاجئت بضربك ليا. حاولت أفهمك ليه وإزاي أنا وافقت على الخطوبة، لكن ما لقيتكش، مع إني كنت محتاجاك تحميني من الغابة اللي أنا عايشة فيه مع نفسي. ما لقيتكش تحميني منهم يا إبراهيم، ما لقيتكش. تحميكي منهم إزاي يا أمينة وأنت عايشة في حضنهم؟ وبعدين لما تقدر تخلي من ايه يومك عايزين العلاقات القديمه مع صلاح وسكت عليك زي قدام ابوكي عشان تتعاقدوا تتجوزيه. أنا يا أمينة ما أقدرش أحميكي إلا إذا كنت أنت تقدري تحمي نفسك. أنا ما قصدتش ألومك على اللي أنت عملته. ولا أنا كمان قصدت ألومك على اللي أنت عملتيه. اوعى تفكر تسيبني يا إبراهيم. سيبك، ما تبقيش خايبة مجنونة بقى. تعرف إنك وحشتني أوي. أنت كمان لازم تقولي لأ يا أمينة. ابراهيم ابراهيم أستاذ عبد الحميد نايم ليه في المكتب يا ابراهيم؟ يظهر راحت عليا نوم وأنا براجع ملف قضية حمد. أنا آسف. اغسل وشك وحصلنا يا عم. حاضر.
ابراهيم؟ ايوه، هغسل وشي واجي لحضرتك على طول. تعالي انا شايفه ده يطلع ايه؟ صلحت بايدي خلاص خالص. ايه ده؟ بس لقيت عليه دراع كبير. ايه ده؟ سريري هانم الجري قدامي بالذوق فرح ابوك وامك بنتهم. ممكن اتفاهم بالراحه. ابعد عني انت خلاص قلت لك. تعالي ايه؟ صلاح ارجوك اللي انت عايز تعمله في البيت اعمله مش هنا. خلاص خالص الجري قدامي بالذوق. يا صلاح تقتل مين؟ تقتل مين؟ في الشقوية يا بنت السهل. انا اقطع من جسمك حتت وارميها لكلاب الشوارع ولا انك يا اعتدال كفايه مش عاجبها الحمار اللي هتتجوزه ومش مالي عينيها تقول مش تركب له قرنين فوق دماغه وتقول له سيح يا حمار. ماشيه مع الجزيره زيك وانت على سمه راجل تصفى برقبتك ورقبتك اللي خلفوك. انا مش على سمه حد. انا نسيب نفسي والراجل اللي ضفره برقبتي ده انا مش عايزاه. بنت واحد غيري شافك في الوضع الغرامي اللي شفتك فيه ده كان يتف عليك ويمشي. يعني ما شرفوش اني اتجوز واحده زيك. بس انا برضه شاري يا بنت الناس. انت خطيبتي وهتبقى مراتي. فوقيها لنفسها يا ابله. وعزة جلال الله يا امينه ان ما رجعتي لعقلك لخليكي تندمي العمر كله. ونويتي على ايه؟ يا تجنن يا موت. انت يا بنت بتراهني على نفسك. ابويا شاف الضرب اللي على وشي وامه حكيت له ضربتني ليه. تعرفي عمل ايه؟ لا حاجه. ابوكي راجل طيب قوي يا امين. طيب ولا ضعيف؟ الاتنين واحد. شكلك كده بيقول ان انت خدتي قرار نهائي وحسمتي كل الامور. مش هينفع استمر مع ابراهيم عشان علقه واحده اخدتيها منك. عشان حاجات كتير. ايه؟ سايباني وماشيه كده ولا كانك تعرفيني؟ احنا في الشارع. هو ده كل اللي همك؟ احنا في الشارع. ايه اللي عمل فيكي كده؟ ضربك؟ ما ضربنيش، وحتى لو ضربني افتكر من حقه بعد اللي شافه. حقه؟ ايوه حقه. مش خاطبني؟ لو سمحت عاوز امشي. مستعجله قوي. امشي يا امينه. بس يكون في علمك انا مش هسيبك تعيشي متهنيه وانا بموت. انت بتعذبني يا ابراهيم. مع السلامه. مبروك. الله يبارك فيك. شوفي شبكتك قد ايه حلوه. جميله قوي وغاليه. مش مشكل. مبروك عليك. مطلوب مني ايه دلوقتي بقى؟ اشوف لي كهف اعيش فيه مع الذكريات واسمع اغاني ام كلثوم وعبد الحليم؟ ولا اقطع على رجلك ابوسها واقول لك ارحميني؟ ما تسيبينيش يا امينه، انا محتاج لك. اعلق على صدري يافطه مكتوب عليها مجنون امينه سيد عبد الوهاب، وامشي بيها في الشارع عشان الناس تتفرج عليا وتتصعب وتقول عيني عليك جدع كان كويس. ابراهيم انا جايه عشان افهمك الموقف. انهي موقف؟ القديم ولا الجديد؟ بعدين هو اصلا في موقف؟ قولي انك جايه وخايفه اتجنن واعمل لك فضيحه وافركش لك الجوازه. يا ريت ما تخلينيش اندم اني جيت لك وتبطل تجريح فيا. واللي انا فيه ده ايه؟ مش تجريح؟ ولا انت شايفه ان وسام شرف المفروض اتعايق بيه؟
ما اقدرش افرض على نفسي الحرب معاهم، وانا عارفه متاكده اني هخرج منها خسرانه. لكن تزقيني انا من سكتك كده بكل بساطه وترميني تحت الجزمه وتدوسي عليا. كنت فاكره ان حبي ليك هيقويني، لكن اللي حصل ان لقيته بيضعفني اكتر. لا يا هانم، اللي حصل انك حره، كل حاجه بكيفك وبمزاجك. تحبي وقت ما تحبي وتحبي اللي انت عاوزاه، وتتجوزي وقت ما تتجوزي وتتجوزي اللي انت عاوزاه، ولما يشد عليكي شوق الرغبه تنامي مع اللي انت عاوزاه. احقر بني ادم شفته في حياتي. طبعا مش جالك العريس الميمون بتاعك انت وبتاع امك؟ ابراهيم اذا كنت بتتعذب انا بتعذب اكتر منك، لاني بحبك انت وعايزاك انت. وعشان بتحبيني انا وعاوزاني انا تقومي تروحي تتجوزي واحد غيري. أنا شايفة قدامي واحدة بنت ناس، مش واحدة من الشارع. ما تفرقش كتير في الظروف دي. العملية مش حل، حاولي تلاقي حل تاني. العملية أنت بتضحكي بيها على الراجل اللي هتشيلي اسمه ومالوش ذنب في اللي حصلك، لكن عمرك ما هتقدري تضحكي بيها على ربنا. أنا ما أقدرش غير إني أعملها. وأنا ما أقدرش أعملها لك. شوفي حد غيري وأكيد هتلاقي. خليكي معايا ما تسيبينيش، ما تخافيش أنا معاكي. استريحي بره شويه. العمليه اسهل من شكه الابره، ودلوقتي تشوفي. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعى. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Right!
بنت خالتي ناطر لها عرق في خدها وهم منه خرجت من المستشفى. ما اصل الحاجات دي بتيجي من الزعل. الدكاترة بتقول اللي بيحصل له كده بيتكتب له عمر جديد. يلا ماشي الناس دي، ابراهيم تعبان. اتفضلوا. ده منزل الست أمينة سيد عبد الوهاب. ايوه يا ابني، خير. انا امينه. اتفضلي من هنا بالاستلام. استلام ايه؟ انذار طاعة من جوزك. ايه؟ جوزها؟ جوزها مين؟ الأستاذ إبراهيم محمد شهير. مستحيل. اتفضلي يا ابني. امضي. امضي. أمينة سيد عبد الوهاب ضد إبراهيم محمد شهير. ماهر عبد الهادي المحامي، حاضر بموجب توكيل رسمي من المعترض. ابراهيم محمد شاهين المحامي وصاحب انذار الطاعه. مستنداتك يا استاذ ابراهيم. قولي لي يا اخي، قضيتك نفقه ولا طلاق؟ ممكن نخرج من هنا؟ ليست هناك اصلا علاقه من اي نوع تربط بين موكلتي الانسه امينه سيد عبد الوهاب وبين الاستاذ ابراهيم محمد شهيد. ولان القانون يشترط اصلا لسماع دعوى الزوجيه ان تكون هناك وثيقه رسميه. سياده الرئيس، لقد وضع القانون شرطين اساسيين لقبول دعوى الزوجيه. الشرط الاول هو ما تنص عليه الفقره 5 من الماده 99 لقانون 87 سنه 1931. لا تسمع دعوى الزوجيه اذا كانت سن الزوجه تقل عن 16 سنه او سن الزوج تقل عن 18 سنه. وهذا الشرط لا ينطبق علينا، فانا والسيده امينه تعدينا سن ال20. والشرط الثاني هو ان يكون دليل الزوجيه مقبولا في القانون. يدفع الزميل بأن شروط القانون تنطبق عليه وعلى موكلتي ليكون زوجين، في حين أنه ليس من اختصاص عدالة المحكمة هنا الإثبات أو الإنكار لهذه العلاقة الزوجية التي يدعيها، وهذا على افتراض أن الخطاب الذي يستند إليه سليم من كافة جوانبه، وعلى افتراض أنه قد قامت بينه وبين موكلتي معاشرة جنسية يدعي الزميل أنها معاشرة الأزواج استنادا منه إلى الخطاب. فإنما يستند إليه الزميل هنا في طلبه لموكلتي بالدخول في طاعته هو نفسه ما أستند إليه أنا لرفض الإنذار بالطاعة وإسقاط الدعوة. حكمت المحكمة بقبول الاعتراض المقدم من المعترضة شكلا، وفي الموضوع برفض إنذار الطاعة. ما توجعيش دماغك، قضية خلصت وانتهينا. ينصئت قلبه البعيد، لسه ما انتهيناش. يعني هنجري وراه في المحاكم ونفضح بنتنا بايدينا؟ امال هنسيبه كده؟ كله من جرايرك انت. اصل ايه؟ قضية فشوش، الواد ده لازم يتربى. انا بقول كده برضه. يلا كل واحد يروح لحال سبيله وخلاص. مين؟ ابوك الله يرحمه كان مرمي في المستشفى، وسيادتك رحت وعملت لي فيها عريس وتقدمت لها. امال انا طردتك طردة الكلاب. عايز منها ايه تاني؟ حس على كرامتك شويه. خلاص البنات خلصت من الدنيا وما انتش لاقي. تلميذ الابتدائي ما يعملش اللي انت عملته ده يا ابراهيم. اطلبها في الطاعه، وكل اللي في ايدك منها جواب ما يوصلش بحكم القانون بتاعكم لجواز عرفي. يا ابراهيم بص لمستقبلك. مستقبله؟
ده تلاقيه ناوي يلف ويسرح على العجله مع ابوها على قسط اللبن. يا اخي فك حمقتك بغيرها، ومطرح ما ترسي دقلها. البنات مهما مرت على قفا من يشيل، دي الحكومه من كترتهم بتفكر تعمل لهم سوق زي سوق الجواري بتاع زمان. مفيش غيره انسيك يا ابراهيم، سفر. شغال عليها بلطاجي ابو عصايه ابن العسكري وفاكرنا هنخاف منه. المره المليون بسالك، ماسك عليكي حاجه غير جواب الكذب بتاعه ده؟ ماسك ايه يا سيد؟ ما كنا بنات زيك، محدش استجرى يمسنا بكلمه. لا هي اديته فرصه في كل اللي عمله واللي لسه هيعمله. يلا خلي بيوتنا تخرب بسبب فضيحه الست امينه. وعزه الله ما نسكتاله. الواد ده يترزق علقه يتوب عليها. الحكايه مش ناقصه شوشره. امينه ان راحت ولا جت فيها لحمنا. ما كناش هنخاف عليها هنخاف على مين؟ ما نكبرش احنا المساله بقى ونخلي اللي ما سمعش يتفرج علينا. ارحموا. حاول تخلصنا بسرعة يا عزيز. اوكي. اهي كلها وساخه. ما تفتحي يا عامله جاتك نايمه. لم لسانك لاقطعهولك. خش جوه يا عمرو. اسمعي كلام ابنك وخش جوه. اتهدي يا ست انت. هدك يا عرباجي يا حافي. ان ما خليتك فرجه للحته كلها ما بقاش انا. الفرجه عليكي وعلى بنتك والحته كلها تشهد بكده. تشهد على الناس اللي ما بيعرفوش ربنا ويرموا بلاهم على الناس. يا اخويا دور على خبز تعيشك الحياه قبل ما تقول يا جواز. يا اختي انت فارده قلوعك وطالعه في السما على ايه؟ تكونيش فاكره ان ابوكي الباشا بتاع السرايا جاتك نايبه. ده ابوك حسين السرايا. يلا خش جوه. اللي سايل خش جوه. إن ما خليتك تلف حوالين نفسك زي الطور الدايخ. ولا اللي خليتك تبوس تراب جزمتي تقولي عليها مش راجل. وعزة جلال الله لا اجيب لك مصيبه وادخلك السجن يا رمه يا ابن الواطي. الو الو الو. الو الو الو. منزل الست أمينة سيد عبد الوهاب. إن هذا الخطاب لا يرقى أن يكون دليلا لإثبات تلك العلاقة الزوجية التي يدعيها الأستاذ الزميل. ثم إننا نطعن على هذا الخطاب بالتزوير، فهو لم يصدر عن موكلتي، وهو ليس إلا حيلة لجأ إليها الأستاذ الزميل للإساءة لسمعة موكلتي والتشهير بها. التمس من عدالتكم إعلام السيدة أمينة سيد عبد الوهاب بالحضور لسؤالها عما إذا كان هذا الخطاب هي صاحبته أم لا، وعما إذا كان الخط الموجود بداخله هو خطها أم لا. تعبانة ولا مش عارفة تحلي؟ الاتنين. حاولي تركزي، الوقت قرب ينتهي. الجواب ده بتاعك يا أمينة؟ لا. والخط ده مش خطك؟ لا مش خطي. مش هسكت يا أمينة ومش هسيبك. سامعين بيقول ايه؟ قول اللي يقوله، امشي امشي. هيكشف عليك يا أمينة كل حاجة عارفاها. طول بالك. وبيخلي تربيطة الكذب اللي أنت عاملاها دي تنفعك.
نعمل على جوزنا. اهدى يا صلاح، كل حاجه هتتعدل. هنفضل نجري في المحاكم لغايه امتى يا ست امينه؟ يا ابني اللي يريد ربنا هيكون. يا عم سيد الواد ماسك نفسه وجامد في القضيه، وبنتك بتكذب، وموال المحاكم والقضايا ده حباله طويله مش هنخلص، خلص ونكتب. نكتب ايه؟ مفيش قوي كده، احنا مش هنكتب جواب، احنا هنكتب الكتاب. لا يا عم سيد. طول ما انا عايش وفيا نفس مش هسيبك. بني ادم حقير زيك هستنى منه ايه غير كده؟ هدمرك، هخليكي متعلقه كده، لا منك متجوزه ولا عمرك هتتجوزي. انت جاي ليه بالظبط؟ جاي اقول لك ان غير الجواب فيه شهود، واولهم الاوضه دي. انا هخليها تنطق وتقول للناس انا كنت بعمل معاكي ايه فيها. ايوه الامن، لو سمحت هنا محل ندم، في واحد بيضايقني هنا. تطلبي لي الامن؟ ماشي، انا قاعد معاكي لما اشوف الامن بتاعك ده هيعمل ايه. مساء الخير، حضرتك ضابط الامن؟ ايوه، اصل كان في واحد بيضايقني وبحجه ان هو بيشتري فستان، ولما ندهت الامن خد بعضه ومشي. وحضرتك تعرفي اوصافه؟ الحقيقه ما ركزتش. والاستاذ؟ ده خطيبي. عموما ان حد ضايقك اتصلي بينا من غير ما يحس علشان ما يهربش، واي خدمه. متشكره قوي. عفوا. ايه؟ خفتي تقولي ولا حنيتي؟ انا لا خفت ولا اتنيلت. ولو سمحت بقى، انا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. مش بكيفك يا مدام. يا رب تموت. مش مطلوب منك اكتر من انك تحاولي تتكلمي معايا كصديق. الخبير اثبت ان الجواب بخطك، وده بيصعب موقفك. والحل؟ القانون بيسمح بوجود علاقه جنسيه بين الرجل والمراه طالما ان العلاقه برضا الطرفين وانهم تعدوا سن الرشد. افهم من كلامك ان لو قلت في المحكمه ان كان في علاقه جنسيه بيني وبين ابراهيم تسقط القضيه ويسقط حقه فيها؟ بالظبط. مستحيل. ما اقدرش اقف في المحكمه واهلل واقول لا يمكن. انا عارف كده كويس، بس انت ما تقدريش تقفي في المحكمه دلوقتي وتنكري ان الجواب ده بتاعك. ازاي اقف في المحكمه واقول ان الجواب ده بتاعي؟ بالشكل ده ببقى اكد كل كلمه فيه. هتقولي انه بتاعك، وهتقولي ان الكلام اللي فيه مش اكتر من كلامك. الوضع بالشكل ده اكيد هيختلف. فهمتي؟ فهمت. عشان ما نديش فرصه تانية لابراهيم يعمل اي حاجه، خصوصا ان القضيه حساسه جدا بالنسبه لك وابراهيم بيتعامل فيها بعند. عارفه. هيتأخر يا شكري؟ قبل ما تخلص قهوتك هيكون هنا. تعرف الفيز دي لو طلعت ما مضروبة؟ تكملش يا عزيز، عيب. هتسافروا امتى؟ لسه اتفق انا وابراهيم على ميعاد. تمام يا شكري. ابراهيم؟ اللي يشوفك يقول مسافر الجنة مش جهنم اللي ما بترحمش. ليه انكرت يا امين؟ خفت كلامي يتاخد على انه تاكيد لكلام الاستاذ ابراهيم. فسري عنك. الجواب فعلا جوابي، وفعلا انا اللي كاتباه، لكن الكلام اللي موجود فيه مش اكتر من كلام على ورق. استغل الاستاذ ابراهيم ضدي بالكذب. انا كان فعلا في علاقه بيني وبين الاستاذ ابراهيم، وحصل ان هو اتقدم لي واهلي رفضوه. حاولت معاهم اني اقنعهم بيه لكن ما قدرتش، وده اللي خلاني اقطع علاقتي بيه. كملي يا امين. اثناء العلاقه حصل اني زعلته. حاولت ان انا اصالحه بالجواب اللي بعته له بالكلام المكتوب فيه، على اعتبار ان ده شيء عادي بيحصل بين اي اتنين بتربطهم علاقه حب. يعني لما بيتكلموا مع بعض او بيكتبوا لبعض بيبقى دايما هو الجواز النهايه اللي بيتمنوها لعلاقتهم، لكن المساله عمرها ما تعدت حدود الكلام. اسمح لي عدالة المحكمة بسؤال السيدة أمينة. اتفضل. هو في إنسانة عاقلة ورشيدة
تكتب كلام لمجرد انه كلام لواحد بتحبه فتقول له انت عارف ان اللي بينا علاقه ما تنتهيش بالشكل ده. اللي بينا جواز شاهد عليه ربنا. اللي بينا جواز مش ناقصه غير الاشهار. ولو عاوز تسيبني ترمي عليا يمين الطلاق. لو عاوز تسيبني ترمي عليا يمين الطلاق. خلاص اعتبرني مجنونة. في شهود يا أمينة، في شهود. أطلب من عدالة المحكمة إعلان كل من دكتورة فتحية صالح حمودة، دكتور رفيق عبد التواب حلمي، الآنسة ناهد محمد طسن، الأستاذ عزيز محمد هاشم بالحضور لسماع شهادته. كما أنني أطلب من عدالة المحكمة توقيع الكشف الطبي على السيدة أمينة سيد عبد الوهاب بعد سماع شهادتي دكتورة فتحية صالح حمودة ودكتور رفيق عبد التواب حلمي ومطابقة أقوالهما بتقرير الكشف الطبي عليها. الله، ايه ده انت وقفت ليه؟ هنتكلم، عندك مانع؟ نتكلم. الورقة اللي معاه وبيلعب بينا بيها على مزاجه، مولها ايه؟ انت مش اتقصت وعرفت مولها؟ انا مستني اعرف منك. مش فاهمه. لا فاهمه ومستني اسمعك. متهيالي مهما اتكلمت مش هتصدقني. بالعكس، من مصلحتي ومصلحتك اني اصدقك. خلاص اسأل وانا هجاوبك. سألتك يا ايه؟ والجواب؟ كل حاجه كانت بينك وبيني صغيره قبل الكبيره. انت هتعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ انا خطيبك وهتجوزك. لسه ولغايه ما يبقى يا ريت نتعامل مع بعض في حدود الخطوبه وبس. هو حرام عليا وحلال لابراهيم افندي بتاعك. ها نحجز التذاكر امتى؟ سليمة؟ عيب يا استاذ، في القنصليه رأسا. طب ما نقدرش نستنى شهر ولا 2 و3 و4 كمان لو عايزين، لكن عشان ايه نستنى؟ عشان قضيه امينه؟ ايوه يا عزيز، عشان قضيه امينه. انت كده تنتحر يا ابراهيم وعايز تموتها معاك. امينه لازم تعرف ان الله حق. في اللحظه دي بس اقدر اسافر وما ارجعش هنا تاني حتى وانا ميت. دكتوره فتحيه صالح حموده، اخصائيه امراض نساء وولاده. قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. تعرفي السيده امينه سيد عبد الوهاب؟ ايوه. والاستاذ ابراهيم محمد شاهين؟ لا. انا عرفت الدكتوره فتحيه من كلام امينه عليها لما راحت تكشف عندها، لكن دي اول مره اشوفها النهارده. اتفضلي يا دكتوره قولي اللي تعرفيه. امينه جات لي العياده مرتين. المره الاولى كان من حوالي 8 اشهر، وكان اسمها في تذكره الكشف سلمى عبد الله. وقتها قالت انها بتشتكي من افرازات خاصه، ولما كشفت عليها ما لقيتش اي افرازات، لكن لقيت غشاء بكرتها مفضوض والتهابات بسيطه. ومن كلامي معاها بعد الكشف ادركت انها جت مخصوص تكشف عشان الموضوع ده بالذات. والمره الثانيه اللي جاتني فيها كان من حوالي 2.5 شهر تقريبا، والمره دي من غير كشف طلبت مني ان اعمل لها عمليه. عمليه ايه يا دكتور؟ عمليه في اعتقاد انها بترجع غشاء البكاره لوضعه. كانت لوحدها؟ لا، كان معاها واحده اعتقد انها صديقتها. رفضت طبعا، لان العمليات اللي من النوع ده عمري ما فكرت اني امارسه، ونصحتها انها تحاول تلاقي حل تاني. ارجو السماح لي بسؤال الشاهد. اتفضل. كم حالة في اليوم بتيجي لحضرتك في العيادة يا دكتور؟ صعب اني احدد. يعني نقول المتوسط؟ حوالي 6 7. نقول 6. العيادة بتفتح كم يوم في الأسبوع؟ 5 أيام. الدكتورة بتشتغل في مستشفى الساحل. قلتي إنك أول مرة شفتي فيها أمينة كان من 8 شهور، وبحسبة بسيطة يعني من 32 أسبوع، وبنفس الحسبة من 160 يوم.
متوسط الحالات اللي بتجيلك في اليوم 6 حالات، يعني 960 حالة في 160 يوم، ده إلى جانب شغلك في المستشفى. السؤال يا دكتورة، هل من الطبيعي إنك تفضلي فاكرة أمينة كحالة مرت عليكي بعدها 960 حالة؟ أنا قلت إن أمينة جاتني مرتين، وإن المرة التانية من 2.5 شهر، والمرة دي هي اللي فكرتني بنفسها، وفي المرتين دار بينا حوار طويل. يا ترى كل حالة بتجيلك بيدور بينك وبينها حوار طويل؟ طبعا لا، لأن أمينة تعتبر موقف مش حالة. اللي أعرفه يا دكتورة إن أي شيء بيخص المريض بيعتبر سر بيؤتمن عليه الطبيب المعالج. الدكتورة فتحية مطلوبة للشهادة يا أستاذ ماهر. ليه أمينة جات لك أنت بالذات وطلبت منك تعملي لها العملية؟ السؤال ده تسأله لأمينة. اللي اعرفه يعني انها كانت قصه حب قويه جدا بينهم، اتطورت يعني لا مؤاخذه للجنس. والله يعني كان ابراهيم كان بياخد مني مفتاح الشقه عشان كمان انا يعني قاعد لوحدي عشان يتقابلوا فيها يعني. شفت ابراهيم في الشقه عندك مع امينه يا استاذ عزيز؟ على السلم. شفتهم كذا مره، يعني اكون انا نازل متاخر وهم طالعين، او اكون انا طالع بدري يعني وهم نازلين. على افتراض ان كلامك سليم، انا حالف يمين ربنا شفتهم وهم بيمارسوا الجنس مع بعض؟ ما تجيش يعني. ولما انت ما شفتهمش وهم بيمارسوا الجنس مع بعض يا استاذ عزيز، ليه حكمت وقلت ان قصه الحب اللي بينهم تطورت للجنس؟ مش القصد يعني طب هم لا مؤاخذه يعني كانوا بيتقابلوا في الشقه ليه يعني؟ لعبوا كوتشينه؟ اتأخرت كده ليه يا ناهد؟ بابا ما كانش راضي يخليني انزل، انا جاي استنى بعد ما نزل. يا نهار ابيض عشان هينادوا على اسمك. يلا. علاقة حب انتهت لما ابراهيم طلب امينه للجواز واهلها ما رضيوش بيه. امينه جابت لك سيره جواز تم بينها وبين ابراهيم؟ ما حصلش. رحتي مع امينه عياده الدكتوره فتحيه صالح حموده وطلبت منها امينه قدامك انها تعمل لها العمليه؟ ما حصلش. والجواب مش انت اللي جبتيهولي؟ لا مش انا. ايه تعبتي؟ لسه المشوار طويل، ده انت هتشوفي منه ذل وبهدله ما شفتيهمش في حياتك لغايه لما تسلمي او تموتي بحسرتك. مش هسلم يا ابراهيم، ومش هموت بحسرتي، ولو خيروني بينك وبين الموت هختار الموت لانه اكرمني ونعيش لحظه واحده مع واحد زيك. امير كلمي يا ابوك. ترى الهانم جايه لي قرب الفجر تعمل ايه؟ عايز ايه من كل اللي بتعمله ده يا ابراهيم؟ عاوزك تقوم تجرني في المحاكم وتفضحني وسط الناس، تمشي وتمشيني معاك في سكه حرام. ان شاء الله تكون سكه موت. ابراهيم حاول ترمي نفسك في حضن ربنا، يمكن يخلصك من الغل اللي انت فيه. انا مفيش جوايا غل ولا حاجه، انا بحبك وعاوزك. انا حسبته معادي.
على حساب اي حاجه في الدنيا. يا ابراهيم انت كده بتخسرني. ما افتكرش اني هكسبك لما اسيبك لصلاح بتاعك وبتاع امك. يعني ايه؟ هتتجوزني بالعافيه؟ واحنا لسه هنتجوز؟ الدرجه دي وصلت بيك الوساخه؟ نصيبك معايا. ابراهيم ما تخلينيش اكرهك. اكرهيني لو عايزه، ما اقدرش احوشك. ابراهيم الجواز حاجه والحب حاجه تانيه. عرف العواهر اللي زيك اللي عايشين حياتهم بالطول والعرض في الدرهم، لحظه ما تقول يا جواز الحكايه بسيطه قوي، عمليه ما تتكلفش ملاليم. ملاليم وشرفك يرجع لك كده. مش قبل ما اعرف اللي بينا ده كان ايه؟ حب ولا زنا ولا جواز ولا كان ايه؟ اللي بينا كان ايه؟ انا كنت بالنسبه لك ايه؟ انتهت! انا كنت بالنسبه لك ايه؟ تجننت يا تجننت! استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. كنت فين يا امينه؟ وايه اللي مبهدلك كده؟ اديني الامان وانا هعترف لك بكل حاجه. خش نام دلوقتي. بكره الساعة 9 بالليل تكونوا في المطار. مع السلامة. قاعد بسمع غرامياتك على الكورنيش، واللي يشوفنا يقول بينا غراميات. لو تويتك بالموت الناس هتقول عليا راجل. طول عمري بشوفك غير اخواتك، حاجة قريبة مني دونا عنه. سبحان من مصبرني وانا قاعد بسمعك. عمرك شفتي اب وهو بيسمع بنته وهي بتقول له انا نمت مع فلان، مشيت مع فلان، انا وسخت شرفك ودفنتك بالحياة؟ انا لو مجنون وسمعت منك اللي سمعته كنت عقلت، لو عاقل كنت اتجننت. بالك الناس دي كلها بتقول عليا ايه انا وانتي دلوقتي؟ بتقول قاعدين نقول كلام حب لبعض. ثواني، انا وانتي بنقول كلام حب لبعض. اشربي. اشربي. خايفة مني؟ اشربي، ما تخافيش. بابا انا مستاهلش الحب ده كله منك. كده بقى بص، شوف رجلك لا يكون جرى حاجة. بابا يا بنتي ما تخافيش مني، انا ما اقدرش اذيكي. يا بنتي الناس رايحة جاية عايزين يقولوا الراجل ايه؟ خرف. بس يا بس 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 يا حبيبي. شوف حاجتك وراجعها وان شاء الله مش هتلاقي حاجه ناقصه. كلامك ده ولا كلام ابو الاعتدال؟ الجواز اسمه نصيب يا ابني. نصيب يا عم سيد ولا كلام القطر صحيح؟ صحيح مش صحيح، ده حاجه تخصنا. السلام عليكم. مع السلامه يا ابو امينه. يلا مش مشكل. شوف يا ابني،
على بلاطة كده أنا أمينة حكت لي على كل حاجة حصلت بينك وبينها. أنا جاي لك عشان نتفاهم، بعيد عن شغلانة المحاكم ودوختها، واللي أنت عايزه هيمشي. أنا مش عايز غير أمينة. استبينا، عايز أمينة تكتب عليها وتلغي القضية اللي أنت عاملها دي بمعرفتك. وخطيبها ما بقاش خطيبها. النداء الأخير لطائرة شركة مصر للطيران، الرحلة رقم 787 المتجهة إلى البحرين. على السادة الركاب سرعة التوجه إلى باب الخروج رقم 8. قول ورايا. زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله. زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله. قول ورايا. قبلت زواج ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. قبلت زواج ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. يا ماما يا ماما. Thank you.